تعليق صادم من مهاجم الأهلي الجديد موديست يفاجئ به الجميع قبل الإعلان الرسمي للصفقة. تابع ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق النجم الفرنسي موديست مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني السابق على تعاقد الأهلي معه في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة الألمانية منذ قليل. قال موديست: في البداية أود أن أشكر فريقي السابق بروسيا دورتموند الألماني، وأشكر جماهيره أيضا التي كانت تدعمني كثيرا أثناء تواجدي مع الفريق. ولكن هذه هي كرة القدم، يوم هنا ويوم هناك. أنا الآن قريب جدا من الانضمام للنادي الأهلي المصري، وهذا بعد مكالمة هاتفية جاءتني من السويسري مارسيل كولر منذ أيام قليلة. كولر طلب مني الانضمام لفريقه الأهلي لأنه يحتاج لمهاجم في الفترة المقبلة. لقد قال لي أن هناك بطولات كثيرة في الأيام القادمة، هناك كأس سوبر كاري وكأس عالم للأندية في المملكة العربية السعودية وبطولات أخرى كثيرة. أنا أعلم تماما إلى أين أنا ذاهب. الأهلي المصري فريق كبير ولديه شعبية جارفة في كل مكان، حتى هنا في أوروبا ستجد من يشجعون الأهلي المصري ويهتمون بأخباره، بدليل أن الصحافة الألمانية والفرنسية تتحدث الآن عن احتمالية انتقالي للأهلي. المفاوضات تسير الآن بشكل متقدم جدا مع وكيلي ومع المسؤولين في النادي الأهلي المصري. أعتقد أنني سأغادر البلاد غدا أو بعد غد إذا تم إنهاء الرتوش الأخيرة، وسيتم توقيع العقود والإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة قبل غلق باب القيد. أتمنى أن تكون خطوة جيدة ويتحقق فيها أرقام جديدة تضاف إلى ما حققته في أوروبا.